اخر نوع وهو من الاشكال الستاندر، مش الدمج بقى، الشكل اللي هو الثيرويد شيب. والثيرويد شيب ده بيبقى بالستات بيحصل لهم بعد الجيب تبقى ثيرويد، لما يجي لها بعد المينيبوز او فتره اليأس يبدا تتلخبط الغده الدرقيه، فيبدا جسمها يميل الى اكتساب الوزن بشكل عام، ولازم يكون عندها مشكله في الغده الدرقيه، تلاقي عندها شويه تكتلات ظهرت كده، انخفاض في معدل الحرق بتاعها بشكل كبير جدا، كمان دايما بيجي لها برد، دايما عندها جفاف في الجلد، تساقط في الشعر، صعوبه في فقدان الوزن. مهم جدا ان الناس دي تخلي بالها بقى من حاجه خطيره قوي قوي قوي، ان هي اوريدي نتيجه الدايت هتبقى بطيئه، ولازم تاخد حاجات فري جلوتين، ولازم تاخد زنك ويود، ولازم تاكل اسماك، ولازم تاخد سيلينيوم، والرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، مش المشي بس، ولازم تاخد المكملات الغذائيه في شكل اقراص دوائيه اللي هي فيتامين د وزنك وسيلينيوم، طبعا في اقراص دوائيه حسب بقى النسبه عندها قد ايه. ازاي بقى تقدروا تحددوا الشكل الخاص بيك؟ لا مش انت حضرتك، احنا اللي بنحدد ده. ليه؟ لان مناطق تغذيه الدهون سواء في البطن او الفخذ او الجسم كله ليها اعراض وملهاش، يعني ممكن حد يبقى عنده اعراض صحيه مع الكلام ده وممكن لا. يعني مثلا الليمفاتيك شيب وهي في الوزن المثالي ما بيبقاش عندها احتباس سوائل ولا مشاكل تورم ولا حتى تغيرات في الشهيه، لان طبعا الليمفاتيك شيب بيبقى عنده مود سوينجز رهيبه. يعني لو انت حاسه ان انت حاجه من دول تقدري تستشيري الطبيب بتاعك او الاخصائي، او تسيرشي اكتر انك توصلي لنوع جسمك ايه، لان لو عرفتي نوع جسمك ايه هنحط بقى بعدها نوع الجلسات المناسبه، نوع الحقن الموضوعي المناسب، نوع النظام الغذائي المناسب، نوع الرياضه المناسبه. مش هيبقى اي حاجه بتعمليها تجيب او ما تجيبش، فتبداي تخلصي من جمله انا عملت دايت وما جابش نتيجه، انا عملت جلسه وما جابتش نتيجه، ده انا خدت الدواء الفلاني وما جابش نتيجه. هو ما بيجيبش نتيجه لانه غالبا مش هو المناسب لحالتك. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد وواضح، ولو عندكم اي اسئله ابعتوها لي في الدي ام او سيبوها لي في الكومنتس، واعملوا منشن وشير لاصحابكم في الفيديو، واعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.